عمر فراخك ما هتقطع بيض لو بتستخدمي المكون ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بيكم في فيديو جديد. ان شاء الله النهاردة الفراخ بتاعتنا البلدي كملت عمر شهر. طبعا احنا مربيين الفراخ دي وجايبينها مع بعض من اول عمر يوم، والدورة ديت موجودة على القناة. كل الحاجات المهمة والاساسية اللي لازم تتعمل للفراخ دي عملنا بيها فيديوهات. وكمان طريقة الاكل، يعني انا مثلا لو عملت لك وصفة لطريقة الاكل دي تقدري تعمليها من اول عمر يوم، فانت تقدري تعمليها لحد اخر الدورة. يعني مفيش منها مشكلة، يعني الكتكوت هيقدر ياكله هو لسه عنده يوم. طبعا هيبقى سعيد جدا بيه لو اكله هو كبير. فالوصفات الاكل اللي عملناها مع بعض هي نفسها وصفات الاكل اللي بنعملها دلوقتي. قلت لكم على حاجات كتيرة قوي قوي مهمة لتأسيس عنقود البيض عند الفراخ البلدي البياض. طبعا الناس اللي شافت الكتاكيت دي من اول عمر يوم كانوا بيقولوا لي عايزين نشوف شكل الكتكوت لما يكبر هيبقى عامل ازاي. الفراخ اللي قدامنا ديت نوعها ايه بقى؟ ديت كتاكيت بلدي لانتاج البيض. نوعين، دول نوعين. لو انتوا تاخدوا بالكم في كتكوت اسمر، وفي نقط بسيطة كده ابيض، ده الجميزة. وفي كتكوت تاني رقبته بيضة زي كأنه لابس كولا كده في رقبته بيضة خالص، ده الفيومي البيور، اللي هو زي ما انتوا شايفينه كده. الكتكوت اللي رقبته بيضة قوي دي كلها، اللي هي رقبته صافية كلها ابيض، ده فيومي بيور. اما الكتكوت الاسمر اللي فيه نقط بيضة فده الجميزة البياض. الجميزة البياض. قلت لكم وقلنا قبل كده كتير ازاي نعرف الجميزة البلدي البياض من الجميزة التسمين. ان انا بلاقي الجميزه البياض فيه في راسها نقره بيضه، في كتكوت وهو صغير كده. الريش بتاعه او الشعر بتاعه اللي في راسه بيبقى فيه جزء ابيض. اما التانية اللي هي التسمين فبيبقى مثلا بطنها ابيض، رقبته اي حته بيضه الا الراس، ما بتلاقيش الراس فيه بيضه ابدا. كمان في حاجة تانية بعرفها لما الكتاكيت بتاعتي تبدأ تكبر، معدل التحويل بتاعها أو معدل النمو بيكون بسيط زي ما انتم شايفين كده. الفراخ دي عمر شهر، لو الفراخ دي تسمين في عمر شهر كان ما شاء الله كنت هتلاقي الفرخ الله أكبر، يعني معدي مثلا الكيلو. بيبقى حاجة حجم حلو ضعف ده. اما ده فده صغير ورفيع كده ومسفرت زي ما انت شايفة، علشان ده للبيض. وده احسن فرخة تربيه. ما تربيش فرخة كبيرة وتفرحي بيها وتقولي الله ده الفرخة ما شاء الله كبيرة ومقلبظة، ده هتبيض لي البيضة بسفرين. لا خالص، مش هتعمل كده. ده انت عارفة الفرخة الناشفة المقدقدة دي هي دي اللي هتبيض لك كل يوم بيض، انما البيضة التانية التخينة اللي وزنها تقيل فدي ما بتبيضش غير كل يوم ويوم او كل يومين. وكمان ما بتتحملش معانا، بتحصل لها مشاكل كتيرة لان هي اصلا بتبقى يعني مش طبيعية، يعني متهجنة. مش هو مش ربنا خالقها كده، لا هي متهجنة. هما جابوا نوعين من الطيور، يعني مثلا جابوا ساسو مع نوع تاني، مع فراخ انجليزي مثلا، مع مش عارف فراخ ايه، وهجنوها وطلعوا منها السلالة دي. فبتبقى معمولة السلالة دي بشكل مثلا مدروسة بشكل كويس، بحيث ان دي عمرها ما يتعداش ال6 شهور. وفي خلال ال6 شهور تكون عملت وزن مثلا 4 كيلو، 3 كيلو، 5 كيلو. ما شاء الله لما بيكون تهجينها سليم وممتاز بتشيل اوزان عاليه جدا. فدي ما ينفعش اربيها للبيض. هي بتبيض، ما هي مش هتبيض، هي بتبيض بس هتبيض شويه وهتتعب منك بسرعه. ما تيجي تذبحيها هتلاقي عنقود البيض ضارب خالص، ولو ما كنتش يعني تقولي سبحان الله الحمد لله ان انا لحقتها. ليه؟ لان هي مش بتاعت بيض. فطبعا عنقود البيض بيكون ضعيف، ملوش في انتاج البيض اصلا. ودي حصلت معايا كتير، انا مش بتكلم يعني من فراغ، الكلام دوت عن تجربة وكتير قوي اجيبهم ويعمل معايا كده. لحد بقى اما الواحد قعد سنين على بال ما عرف ان في انواع دلوقتي غريبة وكتيرة جدا دخلت مصر، من انواع اللي هي الفراخ التسمين البلدي. في كتير ما شاء الله، وما زال لسه عمالين كل يوم بيجيبوا انواع واشكال، واشي هندي واشي فلبيني ومش عارف ايه. فاللي احنا نعرفه دلوقتي الحلو للبيض هو البلدي الحر والفيومي الحر. البلدي الحر احنا عارفين شكله طبعا، اللي هو بيبقى الفرخة الصفراء اللي بيها الوان حلوة دي. والفيومي الحر اللي هو اللي واقف قدامنا الجميل ده اهو، ابو طربوش ده اهو. والجميزة تالت حاجة. ورابع حاجة البلدي المشعر أو البلدي الهجين. البلدي الهجين بقى اللي عندها بلدي هجين هتلاحظي إن في فرخات منها كبيرة
سمينة وزنها تقيل، وفي فرخات ضعيفة ورفيعة. فانتي كل فترة كده تقومي ايه منقية الفرخة السمينة ودبحاها، خسارة قبل ما ايه تحصل لها حاجة او يحصل لها مشكلة. وخلي الفرخة الرفيعة لان هي هجين، فهجين ده يعني هي بتجيب من هنا شوية وبتجيب من هنا شوية، فهتلاقي واحدة طالعة سمينة وواحدة طالعة رفيعة. خلي الرفيعة للبيض والسمينة هتبقى للايه للحم. النهارده انا عايزه اقولك على مكون ضروري جدا جدا لازم تحطيه للفراخ بتاعتك بمجرد ما تكمل عمر شهر، وهتستمر تحطيه لحد اخر يوم في حياة الفراخ علشان خاطر الفراخ بتاعتك تبيض. لان لو ما حطيتيهوش الفراخ بتقطع بيض وما بنكونش عارفين السبب، ولو استمرنا في تجاهل الموضوع وما خدناش بالنا ممكن الفراخ بتاعتنا تموت. بتلاحظي ان الفراخ بتنشف وبتتجمد كده وتحس انها متنشنة، يعني تحس الفرخ متلبش وكامش، ما تهزشيه حلو وبيتحرك وبياكل وبيشرب مفهوش حاجة، ولا عنده اسهال ولا عنده كمشان ولا كاشش ولا حاجة، لا هو تحسيه مكمبش كده في بعضه، يعني متنح ناشف، ما بتحسي كأنه عارفة نص متكهرب كده نص متكهرب، نص واخد سلك كهرباء خفيف. فانتي مش فاهمة ايه يعني ايه المشكلة عند الفرخ ده. وتلاقي بقى ان هو تلاحظي ان هو الصدر عظمة الصدر مسيفة شوية بس مش قوي، على خفيف كده، يعني صدره حلو بس فيه تسييفة بسيطة. الاعراض قريبة من اعراض ايه بقى، من اعراض المشاكل اللي بتحصل في الكلية، اللي هو يحصل مشاكل في الكلى. بس مشاكل الكلية بنميزها عن المشكلة دي بايه، ان انا بلاقي الفراخ عندها اسهال ابيض جيري، يبقى هنا المشكلة عندي في الكلية. هو نفس النشفان ده ونفس كل حاجة وبرضه بياكل ويشرب بس حركته يعني شوية، دي مشكلة في الكلية. ده بعرفها ان انا بلاقي عنده اسهال جيري. اما اللي انا هقولك عليها المشكلة النهاردة هي ما عندوش اسهالات خالص. ممكن يبقى عنده ايه بقى، احيانا تلاقيه اسهال اسود او الاخراج بتاعه اسود كده، ده بسبب ايه بقى، بسبب الديدان. والديدان ملهاش علاقة بالاكل نهائي، الديدان دي بتيجي كده من الجو، من الاكل، من التراب، من العفارة، هي طبيعي تطلع في الامعاء، ملهاش دعوة بالاكل نهائي. محدش يقول بقى اصل انا اكلتهم قشر بطيخ كتير فجالهم ديدان، اصل انا اكلتهم برسيم فجالهم ديدان، كل الكلام ده مش صحيح نهائي. الديدان طبيعي بتيجي لوحدها لأي كائن حي، جميع الكائنات الحية عندها ديدان، حتى احنا كبني ادمين عندنا ديدان، ملوش علاقة بنوعية الاكل خالص. فالديدان دي لازم تتعالج، ولو سبتيها الفراخ ممكن تموت، ولو فراخ كبيرة ممكن تقطع بيض خالص ما بتبيضش. طيب ايه بقى انا احط ايه، احط لهم شوربة ديدان، انا بفضل النوع البشري. تروحي الصيدلية البشري وتقولي له عايزة شوربة ديدان، هيقول لك لعمر كام، قولي له لعمر 12 سنة، ماشي يعني بتاعت اطفال. اديها لك شراب ماشي، اديها لك اقراص، وانا بفضل الاقراص لان ما شاء الله بتجيب نتيجة حلوة وسريعة. في شوربة اسمها بندكس موجودة في بعض الاماكن والاماكن التانية لا، وفي شوربة تانية اسمها بندازول، هي نفس مادة البندكس، برضو كويسة منها اقراص، تعتبر البندكس ارخص واقوى واحسن واحدة فيهم. وفي برضو شوربة بتاعة بيطري حلوة جدا، اسمها بنزوات تقريبا، سترات، مش عارف هي، ب15 جنيه الكيس كده، وحلوة قوي. دي برضو مش وحشة، يعني انا جربتها مرة مش حلوة يعني مش وحشة، بس مش زي البندكس صراحة. المهم هتجيبي اي شربة ديدان سواء بشري او بيطري. مش عايزة تجيبي شربة الديدان يبقى عليكي وعلى الشيح، بس الشيح بقى لازم تستخدميه باستمرار، بمعنى ان انا هستخدمه اسبوع 3 ايام واريح اسبوع والاسبوع اللي بعديه 3 ايام وهكذا. بس لما استخدم الشيح او حتى الشوربة بعديها يفضل ان انا احط خميرة وزبادي للفراخ بتاعتي سواء على المية او على الاكل. تمام كده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اوعوا تنسوا تعملوا لايك عشان ما بلاقيش لايكات وانا بزعل من وكمان تشيروا الفيديو ده لكل اصحابكم وحبايبكم. لو عندكم اي سؤال اكتبوا لي في التعليقات. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.